سعيد. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. غبتي عنكم. اللبن بتاع سدرة ما شربتوش. شوفوا اللبن بتاعي الصبح ما شربتش منه خالص. بصوا البيبرونة لسه زي ما هي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. لا 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 لا، المقدمة دي مش مكفياني، لازم احط التليفون هنا واقول لكم اهلا وسهلا. ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشني جدا 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 قد السما والارض. ازيكم عاملين ايه؟ كلكم بخير. النهارده هنعمل روتين حلو قوي. اشتريت حاجات حلوه قوي عاوزه اوريها لكم، وعاوزه اوريكم قبل ما اركب ان شاء الله بكره بتاع الستاير هيجي. لا النهارده بالليل عاوزه اصور لكم الشقه قبل ما يجي بتاع الستاير، وهنعمل مع بعض الركنه، هنغير مع بعض الديكور. عشان الصراحه الركنه زي ما انتم شايفين كده اوريكم قبل ما اروق. يعني دلوقتي هبتدي ترويق، يعني لسه ما ابتديتش خالص اصلا. بصوا انتوا عارفين اصلا الكنب مغطيينه بس بالحاجات دي عقبال ما الحاجه اللي الغطا بتاعه بيتغسل. شفتوا الكنب اهو؟ ريان قاعد اهو. ريان اهلا، ازيك عامل ايه؟ بس خلاص اطفي يا ريان، اطفي اطفي. ايوه عارفه، ايوه دي قناه ريان. follow me رايان بقول لكم بصوا، لو شفتوا الشبابيك كده، لو شفتوا الشبابيك هتلاقوها من غير ستاير. الشبابيك يعني الالمونتال، احنا عندنا المونتال. عاوزه النهارده مش هنخرج ولا هنعمل اي حاجه. النهارده هنستنى بتاع الستاير. هنركب ستاره من هنا لهنا، وهنركب برضو ستاره للبلكونه، وهنركب ستاره للشباك بتاع السفره، شايفين؟ وهنركب ستاره للمدخل هنا، عشان مثلا اللي هيجي يخش على الشقه لما يكون قاعد مثلا، ولا حد قاعد هنا ولا هنا، فاهمين؟ ما يبصش على اللي جوه. هنا بقى المطبخ والحمام والاوض والحاجات. يعني لو حد دخل يعني هنعمل زي نظام ستاره كده هتتلف تتعمل، هو هيظبطها. احنا خدنا المقاسات وعملنا كل حاجه. هنا انا عندي الستاير عامله زي كده. بصوا في السقف، انا هشغل لكم النور عشان تشوفوا. انا شغلت النور عشان تبصوا على الشبابيك. نظام الستاير هيكون ازاي. بصوا الستاره بتكون هنا في السقف، شايفين الستاره في السقف؟ يعني هتكون مش باينه، نازله من السقف كده لحد الارض. بصوا هتعطي منظر خطير. وهنا ما عنديش الحركه دي. هنا هنحط زي العمود ده، العمود اللي هو العود ديال الستاره. فيه ديكورات وفيه حاجات. وهنا برضو عندي نفس النظام في الشباك التاني اللي على الشارع. بصوا عندي نفس النظام. هنا من تحت بتتحط الستاره. بالنهار الناس ما بيشوفونيش عشان انا عندي ازاز فوميه. الشبابيك عاوزه تتغسل، لازم اكلم الست تيجي تمسحهم تغسلهم. وعاوزين يجي بتاع الالمونتال بتاع الشبابيك يشيل لنا الحاجات دي، عشان الناس اللي كانت الشقه قبل ما ناخدها منهم كانوا عاملين الحاجات دي لازقينها عشان الناس ما تبصش. بصوا يعني عاملين الحركه دي وبايخه مش حلوه خالص. عارفين صعوبه عشان تشيلها. لازم ما اعرفش اللي يعرف اي حاجه تتعمل فوق الازاز عشان يشيل الاشكال الحاجات اللي ملزقه دي. شفتوا؟ والبلكونات والشبابيك بتاع الشقه كلها بالسلك. شفتوا؟ ده سلك، لو بصيتوا هتلاقوا هنا سلك. ده بقى يمنع الناموس، يمنع اي حاجه. لو عاوزه تفتحي مثلا الشباك كده، شباك البلكونه كله بيتفتح لو عاوزه تفتحيه. لو عاوزه بس تسيبيه مقفول وعاوزه تفتحي بس دول اللي فوق تفتحيهم عادي، وفيهم السلك حديد. وكذلك جميع الشبابيك بتاع الشقه كلهم نفس النظام. ايه ده؟ فكلهم نفس النظام، كلهم عندهم الحكايه بتاعت السلك دي. بصوا انا فاتحه دلوقتي الشباك بس في سلك. يعني اولا هو حمايه، ثانيا دلوقتي هقفل. بصوا حمايه اولا، وثانيا حمايه حتى من الحاجات والاشياء اللي بتخش من جوه، ما تعرفيش حاجه، حشره، اي حاجه. دلوقتي هنروق الشقه، هنعمل مع بعض
السفرة وهنظبط الدنيا، انا بفكر اجيب الكنبة اللي جوه، بس حد عاوزة حد يساعدني لما سامح تيجي بالليل، ولا مثلا اكلم مرتي البواب تيجي. الكنبة دي عاوزين نغير الديكور، بس هنغيره امتى بقى؟ لما يجوا الستاير. النهارده الستاير هتيجي الساعة 10 بالليل، هيجي الراجل يركبها ويظبطها، وهيتغير الشكل كله بتاع الريسبشن. عارفين الريسبشن كله هيتغير شكله. نقفل بقى المهرجان ده يا حبيبتي. عشان ايه؟ عشان يا حبيبتي النار يا حبيبتي غالي. بقيت بعمل حركات غريبة. بص على المطبخ، يا لهوي على المطبخ ضارب بيقلي. اما جبنا حاجات امبارح، اشترينا حاجات وحطينا الحاجات وظبطنا، ولسه بعمل الغدا، بحط الغدا للعيال، ولسه الحاجة متبهدلة. لسه جايبة لحمة، اوريكم خدت ايه. امبارح طلعنا، رحنا سنتر شاهين. في سنتر كده هنا في مصر معروف بالحاجات والاتات يعني الحاجات اللي مثلا بتاعت البيت، الحاجات المطبخ، المواعين، الغساس. صراحة انا كنت نازلة عشان اجيب مروحة، ازود مروحة عشان احطها في الاوضة اللي جوه. انا عندي التكييف بس مش مكفي، فاهمين؟ عاوزين تكييف هنا بره في الريسبشن، عاوزين تكييف كبير، يعني تكييف ما شاء الله. الريسبشن قطعتين كبير، لازم له تكييف 3 حصان، يعني التكييف الكبير. لحد دلوقتي لسه ما جبناهوش صراحة. يعني شغالين في الريسبشن على نظام المراوح. المراوح برضو حلو، يعني ما عنديش انا حر كتير. بس نزلنا لقينا بقى المراوح مش ما عندوش. المراوح عنده حاجة الكواليتي بتاعتها ناقصة، مش حلوين صراحة، ما عجبونيش. قلت يلا يا بنتي اطلعي وامشي وروحي شوفي مكان تاني، عشان هنا ما هو ساعات بيعملوا عروض، بس امبارح انا ما لقيتش عندهم اي حاجة، لقيت عندهم كواليتي نازلة قوي. خلاص قلت لا ما بديهاش، مش هاخد حاجه. خلاص جبت بقى حاجاتي المطبخ، وتصدقوا مش هتصدقوا انا اصلا لقيت ايه. لقيت حاجة غريبة وما كنتش متوقعة اني هلاقيها اصلا. مش ما استنوا اوريها لكم. اول حاجة جبناها، ما تحكريش يا حبيبتي وما تبصيش، عشان انا عارفاكي بتبصي من ورا الحاجات. انت خليكي فيا انا بس، ما تبصيش في الثقب والنقب انا بهزر معاكم يا بنات. وبالنسبه هكلمكم على موضوع مستجد، وموضوع الساعه. البنات بيكتبوا لي في التعليقات احنا لسه ما خدناش الكولمر ولا الكولر ولا ما اعرفش، بيقولوا لي اللي بيحط فيه الميه الطويل ده. انا لسه ما جبتش ميكروويف، ولسه ما جبتش الكولمر ولا الكولر ولا ما اعرفش ده الطويل ده اللي بيحط الميه، بتحط الكوبايه بيكب لك ميه بارده وكده. لسه ما جبتوش، ولسه ما جبتش الشاشه للاوضه اللي جوه، حاجات كتير لسه. ولسه ما جبتش تكييف لبره، فاهمين؟ حاجات يعني شويه بشويه. كل حاجه يا حبيبتي شوفي، هي الموت هي اللي بتيجي مره واحده. شوفي الموت لوحدها هي اللي بتيجي مرة واحدة، كل حاجة بتيجي شوية بشوية شوية. الحمد لله. يعني الحاجات المهمة اللي أنا مثلا أجي أقعد في شقتي وأنا مرتاحة، الحمد لله عندي. يعني والحمد لله، الله يبارك في الأحباب والناس اللي واقفين في ظهري وواقفين معايا. حاجة ناقصاني يجيبوها لي، وأقسم بالله جيت للشقة لقيت الحاجة، أغلب الحاجة موجودة. مثلا السخان، المواعين، الأطباق، الطشت، الجردل بتاع المسح، بتاعت المسح الشقة. يعني أغلب الحاجات لقيتها الحمد لله في الشقة. يعني فضل وكرم من عند ربنا، رزقني بناس سبحان الله. والله لو كانت مثلا أختك ما كانتش تعمل، يعني بقول لكم يعني، بس يعني عشان بس تفهموا، فاهمين؟ يعني الإنسانة دي الصراحة ربنا رزقني بها الحمد لله. مش عارفة لحد الآن ما يعني جمايل وحاجات كتيرة الحمد لله. الحمد لله، فاهمين؟ ما مش عارفة أتكلم أصلا في الموضوع. استنوا أشرب. الله. بصوا، رحنا سنتر شاهين امبارح، جبنا أول حاجة جبنا الكوبايات دي.
هوريكم الكوبايات. جبنا الكوبايات دي، بصوا دي كوبايات القهوة. عجبوني كوبايات حاطين عليهم عرض ب75 جنيه. حلوين صراحة، حلوين ورخاص. والله انا مصدومة من الاسعار. بصوا كوباية بتاعت قهوة تشربي فيها قهوة ب75 جنيه، 3 كوبايات ب75 جنيه، يعني بيورو وحاجة، يورو حاجة بسيطة، فاهمين؟ 75 جنيه الكوبايات دي. خدناها من سنتر شاهين. وخدنا برضو اوريكم ما تاخدوش على البتاع ده، عشان ده دول بس الاكياس سايباهم مش حارميهم، دول بتاع سنتر شاهين. شوفوا اهو سنتر شاهين، ايوه شاهين سنتر، شفتوا شاهين. احنا امبارح كنا فيه سنتر شاهين. عندهم حاجات جميله وحاجات حلوه الصراحه. وخدت الكوبايات دي بتاعت قهوه برضو، بس بتاعت ضيوف. بصوا زي طاس، زي كوبايه كده، مش كوبايه بس زي حلقه الفناجين، فنجان قهوه. بصوا دول فناجين قهوه، ومعاهم بقى براد الشاي وبراد القهوه. بصوا خدت براد شاي، ده بتاع الشاي، يعني شاي انجليزي، شاي مغربي، اي حاجه، شاي بالليبتون، اي حاجه، شاي اسود، شاي العروسه، اي حاجه. وده بقى خدته عشان القهوه، ده قهوه وده شاي. ده طقم يعني كوبايات، طقم فناجين بتاع الشاي والقهوه. اصلي انا يا حبيبتي بجهز شقتي في القاهرة، خلي بالك. خلي بالك انا بجهز شقتي فين؟ في القاهرة. جهزت شقتي في ايطاليا، ودلوقتي الحمد لله جاية كبة 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 يا حبيبتي، في عين اللي ما يصلي على النبي، وشابش يا حبيبتي. الله اكبر الله اكبر الله أكبر. استني يا حبيبتي نموت العروسة، استني نموت العروسة الصفرة اللي ما بتصليش على النبي. فينك يا سكين؟ اهو كبة في عين اللي ما يصلي على النبي، وفي عين اللي بتشوف بعينين صفرة. اصل انا شايفاك يا صفرة وعارفاك يا صفرة ما بتصليش على النبي ولا تقولي ما شاء الله. طب كبة فيكي وفي اللي جنبيكي، كبة فيكي وفي اللي جنبيكي، ما شاء الله عليا وما شاء الله عليا، بسم الله عليا، بسم الله عليا. ده انا نعمة الله والاجر على الله. يا لا مهرجان. انا لازم السبكي يندهلي، لازم يكلمني السبكي في اسرع وقت. اعمل له شو، هعمل له، لازم يحطني انا وام ساجده على طول، وانا من هنا وام ساجده من هنا. هي تقول له الوانات، انا عاوزه يا شاهين، عاوزه الوانات يا شاهين. وانا اقول له فواتح، انا اصلي عاوزه فواتح. بصوا كوبايات زي العسل، بصوا عامله ازاي، كوبايات جميله جميله وخطيره الصراحه. وانا عجبني البراد بتاع الشاي ده، شوفوا عامل ازاي، براد حلو كلاس، يعني تحطي فيه شاي صراحه، ويعني جميل. انا عجبني. مش هتصدقوا الثمن بتاع البراد ده، هو براد القهوه، والله مش هتصدقوا الثمن بتاعهم. هقول لكم الثمن هتتصدموا. دول جايباهم ب45 للواحد، 45 جنيه، حاطين عليهم عرض. لقيتهم خطفتهم بقى بسرعه قبل ما يخلصوا، هم اصلا لقيت الناس كانوا خاطفين منهم واخدين 45. عارفين يعني 5 درهم مغربي، 5 درهم، فاهمه يعني ايه 5 دراهم مغربي؟ يعني 50 سنت ايطالي، 50 سنت باليورو، يعني حاجه لا تعقل ولا تتصور ولا يمكن. فاهمين؟ يعني انت لو جبتيها مع بعض، في حاجات صراحه رخيصه هنا، في حاجات رخيصه رخص التراب، وفي حاجات غاليه، في حاجات فعلا غاليه، بحس انها غاليه، زي الحاجات المستورده، القهوه، الشوكولاتات، الحاجات. بتلاقي مثلا القهوه عندنا احنا ب6 يورو، في ايطاليا بتلاقيها هنا ب450 جنيه، يعني تقريبا ب6 يورو بتلاقيها هنا ب9 يورو، ب10 يورو، فاهمه؟ 500 جنيه، 10 يورو. هنا بيزودوا بقى الحاجات المستورده، هي اللي بتكون غاليه، عشان بيزودوا عليكي بقى الحاجات بتاعت التوصيل، وانهم جايبينها من اوروبا ومش من اوروبا. استني بقى هوريكي جبت ايه تاني. بصي يا حبيبتي، جبتي طاجن مغربي، مش هعمل فيه دي، ده هعملها هنا.
الحاجات دي كلها جديدة على فكرة. أنا لسه شارية الطاسات ولسه شارية كل حاجة، والمواعين برضو هنا في مصر غالية، مش يعني الحاجات دي زي الطاسات والحاجات غاليين صراحة. جبتي طاجن مغربي يا بنات، شوفوا البنات، اوبلا، شفتوا الطاجين البنات المغربي؟ لقيته بقى فين؟ في سنتر شاهين. بصوا، بس في حركة غريبة من هنا، احنا عندنا ما بيكونش مخروم، ما كيكونش متقوب، شايفين؟ هنا بقى عندهم هنا مخروم، مش عارفة يعني عشان يتنفس ولا عشان ايه، مش عارفة. شفتوا؟ طاجن جميل وحلو قوي قوي قوي. اوعي لا كسره يا بنتي، اصلا انا ما، بصوا، ومش مصبوغ من جوه، يعني طين طبيعي. في المصبوغ بس انا قلت له لا اديني مش مصبوغ، بقى بيديني ده مش. قلت له شوف يا ابني انا مغربيه، مش هتوريني في الطاجن، بقول لك ده مش بتاع ده لوحده، ده لوحده، ده الغطا بتاعه مش هو اصله، مش راكب عليه. قال لي لا ده هو بيجوا كده. قلت له لا، دور على الغطا بتاعه لحد ما تلاقيه. انا مش هتوريني في الطاجن، انا عارفه الطاجن عامل ازاي. روح بقى دور لي لحد ما لقالي ده. بصوا، يعني بالنسبه لنا احنا كويس، حلو يعني، حلو. طاجن مغربي ده بقى جايباه ب 350 جنيه، ده ب 350 جنيه، يعني تقريبا ب 7 يورو، يعني ثمنه حلو، ثمنه شوفوه عامل ازاي. بصي عامل ازاي، بصي يا اختي على الحلاوه، بصي على الطاجن والحلاوه يا اختي. طاجني في مصر ده عاوزه اعمل عليه فيديو لوحده الصراحه. الطاجن عاوزه اعمل عليه طاجني المغربي في شقتي في مصر. خلاص، شفتوا؟ حلو جميل صراحه، حلو 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 جميل قوي. ماشي 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 ماشي. جبنا، بعتي مراتي البواب تجيب. انا ما بطلعش خالص، عارفين؟ بالنهار ما بطلعش من الشقه الصراحه، ولا بروح اجيب حاجه، ولا اروح السوق، ولا اروح، عشان لو طلعت اولا سدره مش هتعرف، مش هقدر امشي بيها في الشارع، تفرفر مني، تموت من الحراره 45، فاهمين؟ ما تقدريش مره واحده طلعتي قلتي اجرب اجيب فطار، رحتي راجعه خلاص، كل ميه، كل نازله ميه، وخلاص من ساعتها حرمت، ما قدرتش. ببعت ايه بقى؟ بنتي البواب، مراتي البواب، فاهمين؟ بس بصوا من الحر بقى وشي عامل ازاي. هنا في اليوتيوب مفيش فلتر، عشان بس تعرفوا ده وشي الحقيقي. البنات اللي عارفيني ده وشي الحقيقي، يعني غير التيك توك بيكون فلتر وكده، بس هنا في، شوفوا الحبايه دي، شايفينها ولا لا؟ بصوا وشي ده من غير اي حاجه، مش عامله حاجه ولا عامله اي حاجه، ده بس شوفوا وشي عامل ازاي من الحراره. زي كده نقط، فهمتوا؟ بحال نقط. وشو نوريكم اللحمه بتاعت مصر عامله ازاي. انا لسه بعتها جايبه لي كيلو كفته وكيلو لحمه، قلت نعمل شويه كفته وكده وحاجات. بصوا اوريكم لحمه مصر عامله ازاي. دي بقى الكفته، اوريكم الكفته عامله ازاي. بصوا هظبطها وهعملها في الاكياس. انا استغربت الكفته بشويه، مش غريبه شويه الصراحه. بصوا معرفش طحينها قوي، عاملها مطحونه قوي وفيها دهن قوي. لاحظت انها فيها دهن، حاطين فيها شحم كتير، مش عارفه. وهنا حاطه اللحمه دي لحمه، شوفوا غسلاها، بس لحمه ضاني جميله الصراحه. بصوا حلو المذاق بتاع اللحمه، حلو. وامبارح جبت قرص، فطرنا منهم. القرص عاملين زي البطاطا، ولا من عبد الله اعلم، عاملين زي كده قرص دول من الفرن، فيهم الزنجلان، وفيهم هذاك حبه حلاوه. دول بقى فطرنا منهم الصبح وخلاص وسبتهم. هخليكوا هنا عشان هنا هتبصوا كويس. بصوا انا هقطع الطماطم، انا ما عنديش صلصه الصراحه، نسيت اجيب الصلصه، نسيت ابعت الست تجيب لي الصلصه. ساعات بنسى، ببعتها تجيب حاجه وبنسى، وببعتها تاني تجيب لي حاجه الصراحه. وكل ما تبعتيها هنا بيخدموكي الصراحه، بيخدموكي، يجيبوا لك احسن حاجه، يجيبوا لك غسلتي الطماطم. بصوا يجيبوا لك حاجه عاوزاها، يظبطوكي. بس كله بحسابه كله بحسابه. هي الصراحه حلوه، تلاقي حد يعمل لك
يعمل لك اللي انت عاوزاه، يظبط لك الحاجه اللي انت عاوزاها ويجيبها لك. وهم بيشتغلوا على كده الصراحه، هم البوابين كلهم بيشتغلوا على كده. ربنا يسهل لهم ويرزقهم. اي حاجه عاوزاها بيجيبوها لي الصراحه، اي حاجه. بتقول لي ده احنا عنينا ليكي، عنينا ليكي. بتقول لي ده احنا عنينا ليكي. هتقولي ايه تاني ستي؟ يعني محترمه. هقطع الطماطم يا حبيبتي على الكفته، وحطها شويه كده وكده، وهعمل باستا. هعمل انا مكرونه بالصلصه بالطماطم والكفته، فاهمه؟ العيال عندي بيحبوا الباستا قوي، ما بيحبوش الرز والحاجات دي، ما بياكلوهوش. السدره ممكن بتاكل ساعات، بتاكل رز، بس ريان ما بيحبش الرز والحاجات دي. صح يا ريان؟ بتحب الرز؟ والله بتحبه. بتغير رايك في دقيقه، انت بتبيعني في دقيقه. دارين كاين جيلاتو راهي في الثلاجه، خذ جيلاتو. كاين جيلاتو، سيب لي كل واحد وسيب واحد، كل واحد وسيب واحد. خلي العلبه السدره، خلي واحده سدره. بنجيب جيلاتو نحطه، ناخذ هذا بس ونجيبه ونحطه، فاهمين؟ ناخذ هذا. لا هذاك بتاع السدره بنحطه عشان ايه؟ ناخذ ساعات بنحب ناكل ساعة حاجه كده مسكره، حاجه حلوه. هنقطع الطماطم مع بعض ونظبط الدنيا، وخليكم معايا بقى في الفيديو عشان تشوفوا. بص جيران شوف بس خلاص لسه ما اتجمدتش رينا، الدار بلاصتها لسه ما اتجمدتش. رجعها راي، لسه ما اتجمدتش، مثقوبه من تحت، مكسوره، انا كسرتها مثقوبه. ايوه رجعها بلاصتها. بس يا ريان الله يرضيك. اللي فيها الماء داخل، بس فيها ميه. ايوه فيها ميه، هي اتجمدت من فوق ومن الداخل، فيها باقي فيها لسه ميه. ريان رجعها ريان، ما كتسمعش. واعرة بس ايوه واعره. وفين قياس اللي كان؟ يا شو كيف خليت؟ انا اللي خليته. بس عاوزه اشتري صلصه بالليل. يعني فكرني يا ريان نجيب صلصه. نجيب صلصه الصلصة شويه بشويه على الماء. هنا قلبي وهنا هنا روحي بترجعلي، هنا بترجعلي. هنا قلبي وهنا روحي تن هنا قلبي بيرجعلي تن. الصراحه اقول لكم حاجه، انا كنت عاوزه ماما تيجي وبابا يجي، بس هيجوا ان شاء الله عشان يشوفوا شقتي، عشان يفرحوا معايا، فاهمين؟ ولازم يفرحوا معايا، لازم. قطعنا بقى يا حبيبتي الطماطم على البتاع. هنشغل يا اختي النار شويه، وهنجيب يا اختي بتاعتي دي عشان نحرك بيها. وجبت يا حبيبتي برضو بتاعتي البهارات. بصوا عارفين البهارات دي جايبها من المغرب لايطاليا، ومن ايطاليا لمصر. اقسم بالله عارفين دي؟ شفتوها البنات؟ الزعفران الحر البنات، ده زعفران حر. شفتوا البنات؟ هذه البابريكا تحميره، وهذه قعقله يا البنات ديال الدجاج، قعقله مش عارفه اسمها ايه بالعربي. ده راس الحانوت. شفتوه يا اختي؟ شوفي يا اختي البهارات المغربيه. وده بقى الكركم، هذا الخرقوم البنات، الكركم. وده الفلفل الاسود، هذا البزار. وده الجنزبيل، هذا سكنجبير. وده الكمون اللي هو الكمون. هاد البهارات كلها بهارات من المغرب، جايباها من السنه اللي فاتت وما عندي في ايطاليا، وجبت منها هنا عشان ما اجيبش البهارات هنا. ما بحبش البهارات بتاع هنا، ما اعرفش، بحسها بارده مش حلوه، ما اعرفش. دلوقتي انا حطيت قوطه على الكفته. هحط شويه بهارات. بصوا هحط بهارات كده شويه من الحاجه وخلاص. انزل ايوه، انزل. حلوه، عمليه. شفتوا؟ عمليه صراحه.
وهنا يا حبايبي الغدا بتاعنا جاهز، وسدرة بتبكي عشان جعانة. النهاردة أنا عملتي سباجيتي بالصلصة وبالكفتة، بس صراحة طبخ إيطاليا مش زي طبخ مصر. أنا لما بطبخ الأكلة دي هناك في إيطاليا ما بتظبطش معايا زي هنا. يعني هناك حلوة وهنا حلوة، بس هناك شكل وهنا شكل. هنا عملتها بالطماطم بس، يعني طماطم طبيعية، ما عملتش الصلصة عشان ما كانتش عندي يعني. بس النهاردة صراحة حلوة 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 الطماطم، الحاجة الطبيعية الصراحة ما فيش أحلى منها. والطبق بتاعنا جاهز، عملتي ليا والسدرة والريان. بس انا عملت ده الطبق بتاع ريان الكبير، وانا طبق صغير، وسدرة طبق اصغر مني. وسدرة طبعا خربت الدنيا عشان جعانة عاوزة تاكل. واحنا دلوقتي ما كناش مقررين اننا نطلع، في اخر لحظة بقى جات لنا مكالمة اننا نطلع، يعني نروح كده نلف لفة وكده. دلوقتي هنتغدى ان شاء الله، وهغير لسدرة واحميها والبسها، ونلبس بقى، نستحمى ونلبس وننزل عشان نشوف هنروح فين. يعني هنروح نقضي مشوار كده ونلف في وسط البلد ونرجع. عشان ايه؟ بتاع الستاير، الراجل بتاع الستاير زي ما قلت لكم هيجي الساعة 10 بالليل. ولما قلت لك انا دلوقتي بقول لكم 10 بالليل، بس هو جه الساعة 12 وخلص الساعة 2. صدقوا احنا كنا فاكرينه هيجي بدري، جه بقى متأخر، وسهرنا معاه لحد ما خلص. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، واللي الأول مرة بتشوفني تحط اشتراك في القناة عشان يوصلها إن شاء الله كل جديد، وفيديوهاتنا مستمرة إن شاء الله. أتمنى أكون خفيفة على القلب، وبالنسبة للبنات اللي بيحبوني وأنا كمان بحبكم أوي أوي أوي، إن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي.